استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تصعيد الأيفواري كاظم إبراهيما لاعب وسط فريق الشباب للتدرب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، لتعويض رحيل أحمد نبيل كوكا المحتمل إلى نادي قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية شارك كاظم إبراهيما في ودية الأهلي أمام إنبي أمس، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين ضمن التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد. وقدم كاظم إبراهيما مستوى جيد خلال مشاركته في الشوط الثاني من مباراة إنبي، ونال استحسان الجهاز الفني للفريق الأحمر وطلب تصعيده للتدرب مع الفريق الأول. وخضع كاظم إبراهيما لفترة اختبارات طويلة مع الأهلي منذ الموسم الماضي بعدما نال إعجاب مسؤولي قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، قبل أن يتم قيده في قائمة اللاعبين الأجانب تحت السن مع فريق 2005، وبعدها يتم تصعيده للعب مع الفريق الأول. على جانب آخر، يتحفظ مسؤول الأهلي على فكرة ضم لاعب الوسط الفلسطيني أوغستين منصور لاعب جواراني الباراغواياني من أجل تدعيم خط الوسط في الموسم الجديد، رغم اقتراب رحيل أحمد نبيل كوكا عن الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي الحالي والانتقال إلى نادي قاسم باشا التركي الذي قدم عرضا جادا لضم لاعب الأهلي.